السؤال اللي كله بيسأله، هل نموذج خزينة الأصول الرقمية بالبيتكوين وقعت؟ الارشيتكت بارتنرز بتقول لا، ده بس لسه في أول الطريق. الحقيقة إن أغلب شركات الدات اللي شايلة بيتكوين مش بايظة، هي ببساطة لسه مجربة. ممكن أغلبها ما تكملش معاكم 5 سنين، فاشلة، اندماج أو تصفية، بس في مجموعة صغيرة لو اشتغلت صح ممكن تتفوق على السوق وتبقى معروف. المايكرو استراتيجي مش هيشكل مقياس 100%، خصوصا مع الهبوط الكبير اللي الدات شافتهم في الأسهم، لكن ده مش معناه إن عندها نفس المصدر. بس إزاي الشركات اللي هتنجو هتبقى مختلفة؟ ارشيتكت بارتنرز بتصنف في 4 انماط. اول حاجه البيور بلاي، كل الموارد متجهه على البيتكوين فقط والاسهم مرتبطه مباشر بالبيتكوين بير شير. تاني حاجه بروديوسنج، بتنتج بيتكوين بنفسها زي التعدين مثلا. تالت حاجه الهايبرد، جزء بيتكوين جزء اعمال تقليديه. رابع حاجه البارتيسيبيتنج، بس معاها بيتكوين في الميزانيه وممكن تستخدمها كاداه تمويل او راس مال. المهم مش بس تمتلك بيتكوين، لازم يكون عندها استراتيجيه واضحه، تدفقات ربح، اداره خزينه كويسه، وشفافيه في تنفيذ الخطه لو السوق انقلب. اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا متابعه عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.